ايه اخبار يا دكتور؟ عامله ايه؟ انا كنت اخدت من حضرتك كورس 7 طرق لزياده الجمال بنور الله. في الفتره دي انا كنت بمر بفتره صعبه قوي. وبعدها اكتشفت ان انا عندي كانسر في صدري، في منطقه الثدي يعني. طبعا بالنسبه لي ان انا كان في كام حاله قدامي كان عندها كانسر في الثدي، وانا كنت متاثره بيهم قوي. ف يعني كنت مصدومة حرفيا ان انا جالي المرض ده، بالرغم ان انا يعني ما كنتش متقبلاه، او ان انا كنت يعني هما بيصعبوا عليا قوي. وكنت شايفة معاناتهم. المهم ان انا جالي المرض. بعدها بدأت بقى في الكورس بتاعك، استمعت الكورس ب3 ايام. بعدها بدأت اطبق في التمارين، وبعد ما طبقت التمارين قعدت مثلا من تالت يوم رمضان لحد بعد رمضان مثلا ب10 أيام، اللي هما ال40 يوم انتي قلتي إن المفروض ان احنا ننتظم عليهم. بعدها اللي هو المرض بدأ يتلاشى، الورم بدأ يخف، العلامات اللي كانت ظاهرة راحت نهائي. فاللي هو انا خلاص بقى بعد التمرين حسيت نفسي بقيت اهدى، بقيت رايقة قوي. اللي هو لا خلاص انا مش هعترض، وانا واثقة في قدرة ربنا وان هو مش هيضرني، وان يمكن يكون حاجة حميدة يعني، ورم حميد ويتشال. المهم ان انا رحت عند الدكتور وعملنا الفحوصات وكده. في الاخر يقول لي يا ماما مفيش اي حاجة، مفيش اي اثر للمرض اصلا، وما كانش فيه اصلا مرض. انا انا بكلمك لحد الان انا مش مصدقه. لحد الان انا مش مصدقه، واللي هو انا كشفت مرتين عشان اتاكد. اللي هو يعني بجد انا ما كنتش عارفه ان ربنا كريم قوي كده، وان هو حنين علينا قوي كده، وان هو نجدني من حاجات كتير غلط في حياتي، وان انا كنت السبب. وانا بشكرك جدا، واتمنى ان انا كنت بتمنى ان انا احضر معاكي كورس المال والسعاده. انا مش معايا فلوس، لان انا مش بشتغل واتخرجت وقعدت في البيت، بس عندي ظن ان انا احضره، وعندي يقين في ربنا، حسن ظن ان انا اكلمك واشكرك بنفسي جدا جدا، لان انا بحبك وتابعاكي من زمان قوي. وبتمنى من ربنا ان انا ربنا يكرمني واخد كل كورساتك. بحبك قوي قوي قوي، ربنا ينور طريقك وحياتك زي ما انت نورتي العلاقه بيننا وبين ربنا.